حكايات الدمى المسكونة هي قصة روبرت الدمية. كتبدا القصة ديال الدمية روبرت في جزيرة كي ويست في فلوريدا عام 1904 في دار فخمة ديال واحد العائلة ديال واحد الفنان ومؤلف سميتو روبرت يوجيني واوتو ولا جين. كيف كانوا كيناديوه في صغرو وكان طفل وحيد للوالدين ديالو، وكانوا والديه لاباس عليهم وكانوا كيسافروا بزاف باش يرفعوا على راسهم. ومن خلال هاد السفريات الطويله المتكرره كانوا كيخليو ولدهم وجين بوحدو تحت الرعايه ديال المربيه كبيره في السن، اصل ديالها من جزر البهاما، وكيتقال عليها انها كانت متمكنه من سحر الفودو اللي كيعتمد على استغلال الارواح الشريره وتسخير الجن والعفاريت باش يديروا اللعنات السوداء على الناس. كانت والدة ديال جين معروفة بالعصبية ديالها وبسوء المعاملة ديالها للخدامة. فواحد النهار بحالة غضب طردات المربية بسبب تافه، ولكن حيت ولدها كان متعلق بها بزاف قررت تصبر حتى يسالي الشهر. المربية دوزات الأيام الأخيرة ديالها في الدار حابسة راسها في بيتها، ما كانتش كتخرج إلا نادرا. ما كان حتى واحد عارف شنو كدير، ولكن باقي الخدامات كانوا مقتنعين بأنها كتحضر شي حاجة باش تنتقم من العائلة. وفي الأخير ملي جا وقت الرحيل طلعت المربية بشوية لبيت جين، عطاتو الدمية مصنوعة من القماش والقطن وقالت ليه دارتها خصيصا ليه وسمتها روبرت على سميتو، وطلبت منه يحتفظ بها كذكرى. ومن بعد ودعاتو ومشات.